وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا مدام ادينا رأيك في الشغل. تسلم ايدك والله. لا تسلم ايدك. الميعاد اللي انت قلت ان انت هتيجي تسلم فيه جيت سلمت فيه، فتسلم ايدك بجد. شغل تحفة جدا. تسلم ايدك. شكرا. مبروك يا باشمهندس. هتدينا رأيك في الشغل؟ لا الله ينور. بصراحة الشغل جميل جدا ما شاء الله يعني. تسلم ايدك شيخ خالد والناس اللي معاك تعبتوا معانا جدا والله ينور بصراحة الشغل. والمواعيد بقى؟ لا ومواعيد التسليم مظبوطة الحمد لله كله تمام. قول لنا حضرتك بقى رأيك ايه في الشغل؟ لا بسم الله ما شاء الله جميل جدا. انتوا بسم الله ما شاء الله يعني ده شغل هندسة من الآخر. فبارك الله فيكم بجد وربنا يوسع رزقكم. ربنا يكرمكم ويوسع عليكم ان شاء الله. نجيبكم في شغل تاني ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. شكرا. كريم.